السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة بقى كل سنة وانتم طيبين، عيد ميلاد توتة بنتي، وقلنا نعمل عيد ميلاد كده بشكل جديد. حاجة مش تقليدية كده. طبعا احنا ابتديناها بالفراخ المشوية زي ما انتم شايفين كده. غسلت الفراخ وصفيتها، غسلتها كويس جدا وقطعتها على الشوي على طول كده، فتحتها كويس. عملت تتبيلة سريعة: طماطمتين، بصلتين، قرنين فلفل، ملح وفلفل اسود، بابريكا، دبس رمان، توم باودر، بصل باودر. انتوا عارفين بقى التتبيله الحلوه بتاعه الفراخ المشويه. حطيت سنه يعني فنجان صغير كده من الخل عشان اضرب الحاجه كلها بيه كده في الكبه، وعصرت ليمونه. بس زي ما انتوا شايفين كده، مسكت بقى الفراخ بتاعتي كلها كده، مليتها بالتتبيله بتاعتنا ودخلت جوه الجلد زي ما انتوا شايفين كده، مقطعاها قطع وسط، لا كبيره ولا صغيره. الحته اللي بلاقيها كبيره بقطعها زي ما انتوا شايفين، وبشقها كده من عند المفصل بتاع الدبوسه والكتف، عشان خاطر نتاكد ان احنا يعني انها تستوي حلو. بس كده حبايبي، زي ما انتوا شايفين قطعت الفراخ كلها ومليتها بالخلطه بتاعتي كده، وهركنها في التلاجة بقى. الوقت دوت كانت الساعة 9 الصبح تقريبا. أول حاجة ابتديت بيها، قمت كده رحت متبلة الفراخ وحطها في التلاجة. بس يعني ابتدينا شوي بقى. يا رب المنظر يعجبكم، حاجة جديدة كده، وقلنا تغيير ونفرح ست توتة بقى، يعني يوم كده يبقى شكل جديد. بس كده حبايبي، زي ما انتوا شايفين بعد ما تبلت الفراخ كلها هشيلها بقى في التلاجة، وهنبتدي. يعني انا ابتديت اشوي فيها كده حوالي الساعة 6، يعني اتحطت في التلاجة وقت حلو قوي وكافي انها تكون شربت من التتبيلة بتاعتنا. بس كده حبايبي، بعد ما حطيتها في التلاجة انا كنت محضرة حاجة الكيكة بقى عشان اعملها. هعمل معاكم ترافل مانجا. حلوة كده، يعني صنف جديد، وانتوا عارفين ان هو ترند اليومين دول، فقلنا نجربه وفي نفس الوقت يبقى حاجة حلوة وساقعة كده ورطبة. انا كنت بجهز مقادير المانجا زي الكيكة زي ما انتوا شايفين. نص كوباية من الزبدة، وعليها نص كوباية زيت، كوباية سكر، 3 بيضات، فانيليا، بيكنج باودر، كوباية لبن، كوبايتين كبار ونص من الدقيق. بس كده حبايبي، وركنتهم بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. حطيت 3 اكياس من الكريم جانتيه، وحطيت نص كوباية لبن متلج، وهضربهم بقى بالمضرب كده ضربة حلوة قوي. طبعا اللبن لازم يكون ساقع، وضربتها بالمضرب كده طبعا على الدرجة البطيئة قوي عشان خاطر ما يطرش في وشنا كده. انتوا عارفين البودر بقى لما بتيجي تعمليه بالمضرب كده بيعمل الدنيا. يعني انا حاولت على قد ما اقدر اهدي السرعة لغاية ما لف معايا كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت اعلي السرعة بقى عليه. بضربه حلو، يعني ضربة حلوة كده، وبزوده اللبن. يعني انا حطيت حوالي كوباية الا ربع كبيرة لبن زي ما انتوا شايفين كده. زودت اللبن لان هو الكيس عليه ربع كوباية صغيرة، يعني انا حطيت تقريبا كده كوباية الا ربع من اللبن. بس كده حبايبي، بعد ما ضربته جبت المانجايه بقى الحلوة دي من الفريزر، وقشرتها زي ما انتوا شايفين وقطعتها كده، ورحت حطاها على الكريم جانتيه بتاعنا عشان يبقى بطعم المانجا. عارفين بقى الكيكة بتاعتنا النهاردة كلها مانجا في مانجا، احنا من عشاق المانجا، فطبعا لازم الحاجة اللي ناكلها كده تبقى غرقانة بالمانجا كده، زي الكنافة بالمانجا بالظبط. يعني هي الفكرة بتاعتها حلوة، كأنها كنافة بالمانجا، بس بدل الكنافة عملنا كيك. بس بلم بقى بالاسباتيولا كده مطرح ما ضربت في البولة عشان اركنها في التلاجة. بعد ما حطيتها في التلاجة كنت عملت الكيكة زي ما انتوا شايفين كده كلها في الخلاط. همسك بقى السكينة المشرشرة بتاعتي الكبيرة ديت، فتحت بيها الكيكاية كده زي ما انتوا شايفين. انا عاملاها في صينية كبيرة شوية، انا مش عايزة العلو في حاجة، ما كنتش عايزاها تبقى عالية قوي، فكبرت الصينية عشان خاطر ما تطلعش عالية. بس كده حبايبي، قطعتها بقى طرنشات زي ما انتوا شايفين كده، فتحتها من النص ورحت مقطعاها مربعات.
بس كده حطيت رق في الصينيه، مش عايزه اطول عليكم الفيديو، وسقيته بعصير المانجا، ورحت حاطه عليه بقى شويه حلوين كده من الكريم جانتيه وفرداهم عليه. وهكرر بقى العمليه دي تاني، يعني هحط برضو كيك وعصير مانجا وكريم جانتيه لغايه الكميه بتاعتي ما تخلص. طبعا اهم حاجه السقيه اللي احنا بنسقيها للكيكه ديت، المانجا فيها طعمها بتبقى رهيب. قطعت مانجا كده، هي انا مطلعاها من الفريزر يعني يا دوبك فكت كده، قطعتها مكعبات كده وحطيتها برضو في النص فوق الكريم جانتيه. مش بقول لكم الوصفه بتاعتنا كده مانجا في مانجا، بصراحه كانت حلوه قوي. اتحطت في التلاجة وخرجت ساقعه كده، يعني بتاكلي حاجه فعلا طعمها حلو. بس كده يا حبايبي، بعد ما حطيتها كده زي ما انتوا شايفين، هحط بقى كيك تاني، وهحط كريمه تاني، وهحط مانجا لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي خالص. وطبعا بسقي الكيك لما بحطه. بصوا دي لقيتها عاليه شويه فرحت فاتحاها 2، لان انا ما كنتش عايزه الكيكه تبقى عاليه. شقتها 2 كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا بعد ما اخلص الكميه كلها هروح سقياها بالمانجا تاني. بصوا اللي بلاقيها عاليه بروح شقاها 2 وحطها. انا عايزاها طبعا تشرب كده من المانجا وما تبقاش يعني مش كيكه بس، احنا عايزين المانجا، احنا عايزينها مليانه مانجا. بصراحه كل اللي دقها ما حدش قال عليها حاجه، غير كله شكر فيها. بصراحه والله فعلا كانت طعمها حلو قوي. لميت الكيكه بتاعتي كلها كده، زي حته اتكسرت بقى مش مشكله، كل الكيكه اتحطت. بصوا ظبطت الصينيه بتاعتنا. طبعا كل ده بيستقي بالعصير زي ما انتوا شايفين كده. انا هحط العصير كله وراح اجيب تاني، لان انا عامله عصير مانجا بزياده شويه. حامله المج تاني وهجيبه عشان خاطر اكمل سقيه المانجا، سقيه الكيكه. بصراحه يعني كانت وصفه حلوه قوي قوي قوي. سقيتها زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت الكريمه بتاعتي، وجبت مانجايتين بقى حلوين كبار كده وقطعتهم زي ما انتوا شايفين، وحطيت ورد كده بالكريمه اللي فاضت، بقت جميله جدا والله، طعم وشكل وكل حاجه. اي نعم جايلها تورتايه، بس برضو انا حبيت اعمل حاجه جنب التورتايه كده. هنا بقى المفاجاه بتاعتنا، ان محمود خد الحاجه كلها كده زي ما انتوا شايفين، وراح طالع على السطح عمل لنا شوايه كده زي ما انتوا شايفين، وطلعنا معاه كلنا، والقعده كانت جميله جدا. كانت الساعه حوالي 6 يا دوبك. شفتوا رنزه قلبي يا ناس. القعده كانت حلوه بصراحه، كله كان بيساعد مع محمود. رانيا اختي طبعا اللي بتقلب كده تقول لي اوعي تطلعيني، قلت لها لا مش هطلعك ما تقلقيش، بس على مين لازم اجيبها برضو كده. وده حوده حبيب قلبي هو اللي كان عامل المفاجأة دي لتوتة بقى. توتة فوجئت بالحركة ديت، ايه ده انتوا طالعين فين؟ بس بصراحة كانت قاعدة جميلة قوي. خد الحاجة كلها زي ما انتوا شايفين، وطلع يشوي فوق في الهوا كده زي ما انتوا شايفين. ورانيا طبعا بقى كانت واقفة تساعد محمود وعمار ابنها، ربنا يخليهم يا رب ويحميهم. وطبعا دي كانت حمات محمود ابني واخوات العروسة، اخوات ريهام زي ما انتوا شايفين القعدة فوق. بص واخدين بقى شيلتنا وحاجتنا كلها وطلعنا على فوق قاعدين قاعدة بقى، حسينا فعلا ان احنا خرجنا. هنا بقى خدنا الاكل عشان ناكل بقى خلاص. كان محمود خلص عمل كفتة وعمل شيش طاووق وعمل سجق وشوا فراخ، وكنت انا عاملة محشي. بقول لكم اليوم كان مليان، سلطة الطحينة وسلطة الطماطم. بصوا منظر السلطة فظيعة والله. اليوم فعلا كان جميل، وكان يعني عايز بقكم كلكم. المحشي بقى مع المشاوي حاجة كده ما اقولكوش. وفي النهاية بقى حلوا بالترافل كيك مع التورتة، حاجة كده. كان يوم جميل فعلا. كل سنة وانت طيبة يا توتي، وعقبال مليون سنة يا حبيبتي، ويا رب كده اشوفك احلى عروسة في الدنيا. ادعوا لي ربنا يحميها ويحفظها ويخليها لي يا رب. بس هنا بعد ما كلنا بقى بيطفوا الشمع. فجأة توتة يلا 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 بصوا طنط رانيا طنط رانيا بتقول لها يا ماما رانيا، ماما رانيا بتقول عليها الشمعة. واشوفكم في فيديو جديد بقى حبايبي. كل سنة وانتم طيبين.